احلى نادي في الدنيا والعالم كله النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي الكبير العظيم. النادي الاهلي بطل القاره الافريقيه، النادي الاهلي اللي بينافس ريال مدريد في اكتر حد اخذ بطولات، طبعا ريال مدريد اكتر. بس يعني احنا يعتبر المركز الثاني. مفيش حد في الوطن العربي ولا قاره افريقيا عمل انجازات زي النادي الاهلي مع 12 دوري ابطال افريقيا. يعني نادي كبير، نادي عظيم، هيلاعب بكره المصري البورسعيدي في الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز. على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندريه، هيلعبوا الساعه 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت السعوديه. النادي المصري بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 11 نقطه من 5 مباريات. اما النادي الاهلي فيحتل المركز حاليا دلوقتي يعني المركز السادس برصيد 8 نقط من 4 مباريات. لو الاهلي كسب بكره ان شاء الله نتصدر الدوري المصري الممتاز. اخر مواجهه جمعت بين الاهلي والمصري فاز بها النادي الاهلي 1-0، هدف وسام ابو علي. مباراه صعبه، مباراه ما هيش سهله. النادي الاهلي لو نزل مركز كولر، لو ما الفش في المباراه ان شاء الله هنكسب وهنكسب بسكور. احنا خارجين من مباراه دوري ابطال افريقيا في الجوله الثالثه امام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجه 6-1. الشوط الاولاني كان كولر بيهرتل. اما نزلنا الشوط الثاني كولر طلع خالد عبد الفتاح اللي كان وحش جدا في الشوط الاولاني. ويعني حصل برضه تبديل في الشوط الاولاني، كان رضا سليم طبعا اتصاب في قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبه اليسرى. اصابه مش سهله برضه. ونزل مكانه بيرسي تاو وبعد كده طلع خالد عبد الفتاح، نزل امام عاشور وحط اكرم توفيق مكان خالد عبد الفتاح امام عاشور في نص الملعب. ويعني لما نزل امام عاشور غير شكل المباراه خالص، وقدر النادي الاهلي بالمتالق، يعني اللي انا بشوفه احسن يعني لعيب في الدوري المصري هو وسام ابو علي، يجيب 3 اجوان وثلاث اجوان احلى من بعض. فاحنا يعني من معنوياتنا كويسه، بس عايزين لعيبه النادي الاهلي تصالحنا وتعتذر لنا بكره ان شاء الله، يعتذروا لجماهير النادي الاهلي على اللي حصل من كهربا. ان شاء الله كهربا هيستبعد يعني خلاص استبعد يعني مش هيروح المباراه خالص، يعني مش هيروح ان شاء الله استاد، يعني مش رايح اساسا استاد برج العرب بالاسكندريه عشان ما يحصلش تاتش بينه وبين جماهير النادي الاهلي. لان كهربا خلاص كده، كهربا يعني مشاكله كتيره وحواراته كتيره، ومن اخر يعني محمود الخطيب اتخلق منه. يعني هو مش عايز بس ايه يزعله، لانه مشاكله كتيره مع اللعيبه ومع الشناوي ومع المدرب مع الاداره، مشاكله كتيره، فاحنا مش ناقصين وجع دماغ. وبعدين الحركه اللي عملها الماتش اللي فات، يعني انت يا كهربا الله يهديك ضيعت مننا بطوله. يعني كنا هنلعب خلاص ريال مدريد وكنا ممكن نكسب ريال مدريد او حتى نعمل معاهم ماتش كويس، فضيعت ضربه جزاء باللقطه وبالمنظره وبالفشخره زي شيكابالا. فدخلت ضيعتها باستهتار. ورغم كده برضو اللي انت مش عاجبك اللي جماهير النادي الاهلي بتهاجمك. انت في البدايه خالص جماهير النادي الاهلي هاجمتكم، والشهناوي اهتز، حتى الجون اللي جه في النادي الاهلي الجون الاولاني لشباب بلوزداد كان من غلط الدفاع، من يعني اللعيبه كانت مهتزه، فالشناوي غلط والكره خبطت في ايديه ودخلت بغرابه. بس نزلنا الشوط الثاني جبنا ست، يعني وسام ابو علي جاب في الجون في الشوط الاولاني، وجبنا 5 اجوان في الشوط الثاني. الجماهير فرحت وندهت لكم وشجعوكم ليه؟ لان في اداء في الملعب تروحوا وتقولوا لهم احنا اسفين، زي ما عمل مين؟ قفشه لما قلع التيشيرت وعمل كده وحققوا عليه ومش عارف ايه. يبقى الشناوي رايح يعتذر للجمهور، تقوم انت يا كهربا تقول له لا، وتخلي محمد رمضان مدير الكره بالنادي الاهلي يقول له لا. فطبعا موقف مش حلو من كهربا. فبالسلامه كهربا مش عايزينك، واي حد يجي من الزمالك مش عايزينه خالص، لان جايين من مكان زباله. ما تزعلش مني يا جمهور الزمالك، انتوا جمهور محترم وناس محترمه، فيكم ناس محترمه كتيره كتيره قوي، لكن مفيش نظام، مفيش اي حاجه. مخدرات، تلاقي ناس بتتشاكل، تلاقي حاجات قله ادب في قله ادب، اخرها قاعدين تتريقوا على جماهير النادي الاهلي اللي هي بتهاجم اللعيبه. انتوا شيكابالا امبارح عمل فيكم ايه؟ شفتوا جماهيركم عملوا ايه في شيكابالا؟ فكما تدونوا تدان. شفتوا انتوا زي ما انتوا بتتريقوا علينا، شفتوا انتوا دلوقتي بتعملوا ايه عشان الاداء مش حلو.
اتعادلتوا امام سيراميكا كليوباترا وتعادلتوا امام طلائع الجيش 1-1 سيراميكا كليوباترا و2-2 طلائع الجيش، ومستواكم وحش جدا، وعايزين تجددوا لزيزو ب 100 مليون وحوارات ملهاش 30 اي لازمه، وما بيأديش في الملعب، ملوش 30 اي لازمه في الملعب، ما بيعملش اي حاجه، زي قلته والله، بالونه والله وعايزه تتفسح ماشي. وعندك واحد زي مصطفى شلبي، ما هي لازمته في الملعب؟ يعني مصطفى شلبي لازمته ايه في الملعب؟ بيعمل ايه؟ ما اعرفش انت يعني. وبرضه عندك زي كونراد ميشيلاك، بيعمل ايه في الملعب؟ يعني انا قعدت وعزت وجللت، لا انا ضحكت ضحك انت، يعني انا ضحكت ضحك. اتفرج كده مثلا، هسيب لك يعني تعليقي على مباراه الزمالك، والله انا ضحكت ضحك على كورنات مشيراك وعلى ولما شيكابالا نزل قلت شيكابالا بدل ما نزل شيكابالا هيتغلبهم، وعلى مصطفى شلبي. بعض اللعيبه لا تصلح للعب في نادي الزمالك، مفيش. والمدرب اساسا جاي من كوالالمبور، فاهم انت، جاي من المريخ، بيطلع الحلوين وبينزل الوحشين هري هري ورب الكعبه هري، فاهم انت قصدي. وبعدين جايين يتكلموا على ضربه جزاء، اللي يقول لك بيقول لك ايه، الحكم ظلمنا، الحكم ما حسبناش ضربه جزاء. ضربه جزاء ليه؟ مالهاش علاقه بضربه جزاء. هو الغلط اساسا هو اللاعب اتصاب، اللي هو مين؟ محمد حمدي اتصاب في شرخ في الضلوع. يا عم انا يعني ربنا يشفيه يا رب، انا ما بشمتش في اي حد مصاب، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجع بالسلامه ان شاء الله، بس هو اللي غلطان اساسا. هو المفروض يفرمل، هو المفروض ياخد باله، هو المفروض يعني هو اللي داخل اساسا غلط، هو اللي دخل، هو ده الجون، دي منطقته. ما تقوليش تهور ومش تهور، ما تقوليش مهور ومش تهور. الاهلي حصلت له حاجات كتير زي ديت وهو عادي ماشي، لكن ده مش تهور، هو تهور يعني، هو المفروض يخلي باله. دي منطقة الجون يا جماعة، دي منطقة الجون ماشي. طب ما انت عندك، افكرك انا بحاجة بقى. لما كان احمد الشناوي اللي هو كان بيلعب دلوقتي، بيلعب في بيراميدز، ما هو كان بقى قبل كده دخل على لعيب وتسبب اللي هو جاله شلل رباعي، مش ده برضه تهور؟ اللاعب اخد ضربة جزاء، ما تفتكر كده بالذكريات. كنتوا بتلعبوا في دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه، مش فاكر، متذكر قوي. كان في لعيب حارس مرمى الزمالك دخل جامد جدا، على حتى نفسيته كانت تعبت، لان ما اعتقد اللاعب ده بعد كده بعد 6 شهور مات. ايه يا عم الحاج، الحكم حسب له ايه؟ ما حسبش حاجه ولا اي حاجه، قال لك دي منطقه الجون وعادي، بس ملوش دعوه. حتى اللاعب قال لك يومها ايه، بدل ما يقع على ايديه وقع على رجليه، وقع على دماغه، فحصلت له ايه، كسر هنا ورا هنا اهو، فعملوا له عمليه، فكان في الزمالك. شفت بقى؟ فليه بتبص ليه يعني ما تقول كلمه الحق يا عم الحاج، لكن ما مالهاش علاقه بضربه جزاء، بس هي حجج فارغه. اداره نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك والمسؤولين في نادي الزمالك ما بيبصوش للعيوب بتاعتهم. ده احنا مستوانا وحش، ده احنا عندنا لعيبه مش حلوه، ده احنا بنهرتل، ده احنا مشينا المدرب الكويس جبنا مدرس معتوه، ده احنا عندنا مشاكل كتير، ده احنا لا. تحكيم حتى ماتش سيراميكا كليوباترا قال برضه التحكيم، مع ان مالهاش علاقه بضربه جزاء، اللي هي بتاعت سيراميكا كليوباترا، الكره اللي جت في ايدين اللاعب. فاتقوا الله، بصوا لمشاكلكم، بصوا يعني احنا جماهير النادي الاهلي، والله يا ابني ما بنبص، والله يا ابني ما بنبص ولا موضوع تحكيم ولا نيله، احنا بنهاجم اللعيبه، فاهم انت. لما خسرنا، شوف احنا بنبص لايه، دي كاس الانتر كونتيننتال لما خسرناها، هاجمنا اللعيبه، بهدلنا اللعيبه، كنا المفروض نلعب ريال مدريد، كنا زعلانين من اللعيبه. شوف اللعيبه صلحتنا ازاي، 6-1 امام شباب بلوزداد، وان شاء الله يفرحونا بكره. ده كل اخبار يعني. قلت لك اصابه رضا سليم، قلت لك موضوع كهربا، قلت لك الاهلي هيلاعب بكره مصر بورسعيدي. لسه بقى اخر حاجه اقول لك، قائمة النادي الأهلي هتبقى أمام مصر بورسعيدي، محمد الشناوي طبعا في حراسة المرمى، ومصطفى شوبير وحمزة علاء. وبعد كده أقول لك بقى كلهم بقى الدفاع والهجوم وخط الوسط يعني، رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وأكرم توفيق، مروان عطية وقفشة وعمر السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسيتاو وحسين الشحات وأسامة أبو علي، عمر كمال وكريم الدبيس وسمير محمد. ان شاء الله الاهلي بكره يعملها، وان شاء الله هنكسب المصري بورسعيد ونكسبهم سكور ان شاء الله ونتصدر الدوري، واللي جاي احسن للنادي الاهلي. وكان معكم محمد شبرون.
ما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.